واش عمرك تسألتي كيفاش الأسماك كتعيش في الماء وشنو الدور ديال الأكسجين فيه؟ أنا من هنا بدات الرحلة ديالي، فكرة صغيرة ولكن كان عندها هدف كبير، نصفي الماء ونولد فيه الأكسجين باش نحافظ على حياة الأسماك. رحلتي ما كانت سهلة، كان فيها بزاف ديال التجارب، أخطار ومحاولات كثيرة، حتى بدا الاختراع ديالي كيلقى اهتمام. وسبب هذا الاختراع تواصلوا معايا بزاف ديال المنابر إعلامية بحال شوف تيفي، طنجة بوست وطنجاوي وبزاف. والحمد لله الله كان الزوين اللي كنشوف في التعليق ديالهم هو اللي كيعطيني طاقه ونكمل. ولكن ماشي كلشي وردي، كاين حتى الجانب المظلم، التعاليق اللي كطيح المعنويات. الناس حاسدينك ما كيبغيوكش يشوفوا الطالع وناجح في الحياه، ولكن هذا الشيء عمره يوقفني بفضل الله. وهذا الشيء كامل قدرت نفرح الوالدين ديالي، خوتي وعائلتي، هادشي هو اكبر. وجهت تحيه خاصه لواحد الانسان عزيز عليا، هو حبيبو، هو السبب اللي خلاني نعشق هذه الهوايه من صغري، حيت كنت كنشوفو كيخترع وكيبدع، وهادشي هو اللي خلاني نمشي في هاد الطريق. انا انسان ماشي عادي، ما عنديش غير هوايه واحده، كنحب حتى تربيه الحيوانات والطيور وحتى الاسماك، ولكن بسبب ضيق المكان ما قدرتش نحقق هذا الشيء اللي كيف ما بغيت. وهذا الشيء كيخليني نحس بشويه ديال الخنقه، حيت ما كنقدرش نربي والو، ولكن راني كنقاتل باش نخرج من هذا الوضع، كنخدم على راسي ونحاول نوفر الامكانيات باش نبدل حياتي ونحقق احسن. انا انسان طموح وغادي نوصل باذن الله. وتحيه كبيره حتى الجده العزيزه اللي كتدعي معايا ديما، خصوصا ملي كتكون كتدعي في الصلاه، راك عزيزه بزاف ليا. وفي الاخير شكرا بزاف رئيس جمعيه مبوغا سيتي عبد المؤمن الوهابي على هذا التكريم اللي غادي يكون نهار السبت ان شاء الله. غادي نصور لقطات زوينه وهادشي كيشرفني بزاف ويعطيني دافع نكمل القدام. هذه غير بدايه والاحسن مازال جاي.